الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.
اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح ركعتين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. An-Nabi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa amma al-akhar fajalasa khalfahum wa amma ats-tsalitsu fa adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anin nafari ats-tsalatsah amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa amma al-akharu fastahya Allah minhu wa amma al-akharu fa'arada Allah anhu. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid di dalam majlis bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah 3 orang. 2 orang di antara mereka menghampiri majlis Rasulullah SAW, sedangkan yang satu pergi. Kedua orang itu berhenti pada majlis Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka melihat tempat longgar di halaqah lingkaran majlis itu, maka ia pun duduk di sana, sedangkan yang lain duduk di belakang mereka. Sementara itu orang yang ketiga berpaling dan pergi. Setelah Rasulullah SAW mengakhiri majlisnya, beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ketiga orang itu? Orang pertama mencari tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan orang itu kepadanya. Orang kedua merasa malu, segan berdesakan di dalam majlis, maka Allah merahmatinya. Adapun orang ketiga ia berpaling dari Allah, maka Allah murka terhadapnya. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwasannya ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dalam majlis bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah 3 orang. 2 orang di antara mereka menghampiri majlis Rasulullah, sedangkan yang satu pergi. Kedua orang itu berhenti pada majlis Rasulullah. Salah seorang dari mereka melihat tempat longgar di halaqah lingkaran majlis itu, maka ia pun duduk di sana, sedangkan yang lain duduk di belakang mereka. Sementara itu orang yang ketiga berpaling dan pergi. Setelah Rasulullah SAW mengakhiri majlisnya, beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ketiga orang itu? Orang pertama mencari tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun mendekatkan orang itu kepadanya. Orang kedua merasa malu, segan berdesakan di dalam majlis, maka Allah merahmatinya. Adapun orang ketiga ia berpaling dari Allah, maka Allah pun murka terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Harun Al-Abadi rahimahullahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tikum rijalun min qibal al-mashriqi yata'allamuna fa idza ja'ukum fastawsu bihim khairan. Qala fakana Abu Sa'id idza arana qala marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Harun Al-Abadi rahimahullahu taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang kepada kalian orang-orang dari wilayah timur untuk belajar tentang agama. Jika mereka datang kepada kalian, aku berpesan agar kalian memperlakukan mereka dengan baik. Abu Harun berkata, apabila Abu Sa'id
radhiyallahu melihat kami, ia berkata, selamat datang wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Harun Al-Abdi rahimahullahu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang kepada kalian orang-orang dari wilayah timur untuk belajar tentang agama. Jika mereka datang kepada kalian, aku berpesan agar kalian memperlakukan mereka dengan baik. Abu Harun berkata, apabila Abu Sa'id radhiyallahu melihat kami, ia berkata, selamat datang wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. An Wathilah bin al-Asqa'i radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman fa adrakahu katabahu Allahu lahu kiflaini minal ajri, wa man talaba ilman falam yudrikhu katabahu Allahu lahu kiflan minal ajri. Dari Wathilah bin al-Asqa' radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu lalu mendapatkannya, maka Allah menulis untuknya 2 bagian pahala. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkannya, maka Allah menulis untuknya 1 bagian pahala. Dari Wathilah bin al-Asqa' radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu lalu mendapatkannya, maka Allah menulis untuknya 2 bagian pahala. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkannya, maka Allah menulis untuknya 1 bagian pahala. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm farhahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. اللهم ربنا إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.